مساء الفل على الناس الحلوة. قضية فيلم حياة الماعز. قضية دولة وشعب الهند. ليه شعب الهند؟ ليه مش دولة الهند؟ لأن شعب الهند هو شعب. الموضوع معاه هو شخصيا. هو لأن هو شعب الأكثر في الخليج عمالة والقصة دي. فيا سيدي دلوقتي القضية فضيحة بكل المقاييس. هما بيقولوا القصة حقيقية، ولكن هل البهارات اللي محطوطة حقيقية ولا لا؟ هو في اقاويل، يعني في مقولة ان القصة مش كده، مش زي الفيلم. ان القصة قصة كفيل وخطف الراجل فعلا وكذا وكذا وكذا، وقعد يعذبه والكلام ده كله ويشغله ويشقيه ويستعبده، وان في الاخر هو قتله. العامل قتل الكفيل واتسجن، وولاده سامحوه واتبرعوا له ولموا له فلوس وسفروه وتمام قوي يعني. قصة الفيلم ان هم هربوا، وهرب و... و... واترحل بعد كده يعني على بلده، متدمر خالص. فالنهايتين مختلفين، ولكن بلا شك القصة حقيقية. طيب يا عم، تعليقا الأول على الفيلم. تعليقا الأول على الفيلم. الفيلم طبعا يعني هو فضيحة بكل المقاييس، هو كارثي بالنسبة للمملكة. حتى الممثل العماني بتصريحه ان هو مش متضايق من الفيلم ولا متضايق من الدور ولا متضايق من اللي حصل، وهو كان نفسه، هو داخل مش عارف بيقول 65 سنة ولا حاجة، وكان نفسه يوصل للعالمية وباليود زي الهوليود فتصريح غريب جدا، انا مش معاه يعني، بس تصريح غريب جدا. النقطة التانية البهارات الهندية. عارف انت الافلام الهندية دايما كده، اللي هي يعني ممكن الكفيل يطلع ايه، ابوه في الاخر وهو ايه، مش عارف. دي البهارات الهندية. فمن ضمن البهارات الهندية القصة حاسسها ان هي متفبركه جزء منها في الاخر، اللي هو وقت الهروب. انت وقت الهروب في الصحراء، طب ما انت عندك الماعز، كان ممكن تحلب الماعز وتاخدوا الحليب وتمشوا، عشان لما تعطشوا في الصحراء. واللقطات انا ما شفتش الفيلم كامله، شفت مقطع. فاللقطات اللي انت بتموت فيها انت والراجل الافريقي وبتنقطوا ميه ومش قادرين ومش عارفين تعملوا ايه والكلام ده كله، طب ما يعني كنت خدوا، كنتوا اهربوا على جمل ولا اتنين يا عم، اهربوا على جملين. فالافلام الهنديه هي يعني مش هتتغير حتى لو بيتكلموا عن قصه حقيقيه او ايا كان. فيعني زي ما قلت لك ممكن يطلع كفيل ابوه في الاخر، وابوه واخويا واللقطه بتاعت الوشم والاحداث اللي احنا تربينا عليها في الافلام الهنديه. طب ده جزء. هفتي لك فاتيه بقى كده لذيذه شويه، هتعجبك يعني. طبعا كلكم عارفين هو اللي عمل فيلم المنتج، منتج كده اسمه مشهور، هو مشهور في الهند وكده. والمهم ان المنتج دوت هو شاف المليارات والحاجات اللي بتتوزع على لعيبه الكوره والمشاهير العرب ومش عارف ايه وبتاع، احنا فين يا عم؟ احنا هنود فين؟ احنا الهنود، احنا اللي جايين شغالين عندكم وشغالين في كل المجالات، احنا فين انت بالتمثيل والشهره؟ ما جبتش ليه ناس فنانين مشاهير تديهم حاجه من التورته اللي عماله تتوزع بالمليارات دي على لعيبه الكوره والمشاهير؟ فقعد هو وتركي آل الشيخ فاختلفوا، فحصل كلاش، فقال له هفضحك وعامل فيلم مش عارف ايه، وعمل فيلم يعني وما اتفقوش، فبالتالي فضحهم. فدي فاتية من العبد لله. طيب احنا بقى احنا بقى كعرب، احنا يعني نستفيد ايه من الموضوع؟ اولا هو سؤال بجد. انا نفسي اعرف فكرة الكفالة دي جت منين. يعني فكرة الكفالة دي اصلا جت منين؟ الفكرة نفسها بتاعت القضية هي قضية فعلا، وحصل كده مع ناس كتير، وحصل بمختلف المجالات او مختلف الاشكال، مع دكتور، مع عامل، مع ايا كان. فالموضوع الفكره نفسها انا فعليا بسال نفسي هو جت منين. يعني فكره الكفاله دي في الخليج جت منين وليه؟ ما كل دول يعني، مصر كأعظم دولة في الشرق الأوسط بتخش وبتعيش حياتك كله. أكبر دول في العالم بتخشها وتتعامل تحت بند القوانين والالتزامات والمطلوب منك وحقوقك والحقوق اللي عليك. كل ده موجود في أكبر الدول. فكرة الخليج نفسه جت منين الكفالة دي غريبة جدا يعني. يعني هي اسقاطا بس على زمان، ايام
قريش وايام الزمن القديم العبوديه، يعني هم كانوا العماله يعني يبقى فيه عبيد، فلما اتحرر العبيد هي بقت كفاله. فالموضوع ده انا مستغربه جدا. ولكن احنا كمصريين بقى وكعرب نستفيد ايه من الموضوع؟ والتوجه الى سياده تركي آل الشيخ والى اخواننا اداره المملكه العربيه السعوديه ان احنا يا جماعه بكل بساطه كده نستفيد من الموضوع. يعني احنا اخوات اشقاء، احنا حصل ما بيننا بلاوي وفضايح ولمينا الدنيا وبتجيب مشاهيرنا يعملوا لك افلام، وبتخش بلدنا وبنخش بلدك وبنداري على بعض وبنلم شملنا كده وعندنا استثمارات في مصر دلوقتي، تعالوا اشتروا زي الامارات واحنا نروح نشتغل عندكم والحياه تبقى زبادي خلاط. فاحنا نعمل ايه بقى؟ احنا نبتدي انتوا كاخواننا المسؤولين في السعوديه يبتدوا يطلعوا قوانين يبتدوا يرحلوا بيها العماله الهنديه اللي اثرت على اخواننا العرب والعماله العربيه بسبب سعرهم الضعيف، فاثروا علينا واثروا على اللي حوالينا. فانت دلوقتي ابتدي بقى ايه قانون ورحلهم الناس الوحشه دي، ماشي، اللي هم ايه يعني ما بيصونوش اللقمه ولا اي حاجه، وتك راحوا فاتحينك وعاملين فيلم لاسوعك. فانت تروح عامل ايه بقى؟ تبتدي تسن قانون وترحلهم وتبتدي تظبط لنا دنيتنا احنا كموظفين بقى، مصر على الاردن على فلسطين على سوريا على تونس على المغرب على، وتبتدوا تظبطوا لنا كده المرتبات ويبقى ايه، وسيبك بقى من لعيبه الكوره والمشاهير دول وبتاع، يعني او خدنا جنبيهم، خدنا جنبيهم. يعني حياة الأطباء والمهندسين والتجاريين والمحاسبين والعمالة وكل الحرف اليدوية كله، يعني ابتدي بقى ظبطوا المرتبات بقى وابتدوا عدلوا لنا بقى شويه في قانون الكفاله بقى كده، واحنا اخوات واشقاء وعرب نبقى داخلين مع بعض كده. احنا ستر وغط على بعض، احنا بيحصل ما بيننا بلاوي بنلمها، والسوشيال ميديا عندنا بتخش على السوشيال ميديا اخرنا ايه اخرنا ايه؟ انتوا تقولوا لنا طعميه واحنا نقول لكم يا كبسه، والحياه لذيذه والدنيا حلوه والشعوب جميله وكلنا بناكل ايه طعميه وكبسه، فيعني شغال الدنيا خلاص. فاحنا نستفيد من هذا الموضوع. فانتوا فكروا كده وعيدوا حسابات العبد لله، وزي ما بقول لكم كده خلاص متفقين. انتوا خدوا الخطوه دي، احنا نبص على الجانب الايجابي من ورا القصه اللي حصلت دي. وسلام.